اهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ في حد بعت لي ان هي بتظهر لها حبوب صغيره حوالين الفم والدقن، فهي عايزه علاج للموضوع ده. بصي يا جميل، معلش. بصي يا جميل، ظهور الحبوب حوالين منطقه الفم والدقن ده غالبا بيكون علشان سببين رئيسيين. معلش سامحوني، الفيديو ده هيكون طويل شويه علشان هشرح لك فيه بالتفصيل. اول حاجه الهرمونز ممكن تكون متلخبطه بسبب لخبطه هرمونز، لازم نعمل تحاليل هرمونز في المعمل، او لو في تكيس مبايض. السببين دول بيظهروا حبوب على الجلد، وتحت الجلد كمان بتبقى عامله زي كلاكيع بتوجع تحت الجلد. تاني سبب بيأثر ان يكون في حبوب في المنطقه دي وهو العادات اليوميه، ان في بنات او ستات كتيره بتلمس المنطقه دي كتير، او استخدام كريمات او منتجات للبشره غير مناسبه، او حتى ايفن استخدام معجون الاسنان اللي يكون غير مناسب بيعمل التهاب في المنطقه اللي حوالين الفم. طبعا الحاجات الاساسيه اللي هي لو في عندنا ستريس، توتر جامد، او لو في لخبطه في الاكل، بناكل سكريات كتير او بناكل دهون كتير، طبعا الموضوع دوت بيأثر ان يكون في حبوب في المنطقه دي، فطبعا لازم نظبط الموضوع ده. نصيحتي ليكي، اول حاجه هنستخدم غسول مناسب لنوع البشره، واكتبي لي كومنت نوع بشرتك ايه، وفي فيديو انا قايله ازاي ان احنا نعرف نوع بشرتنا، شوفيه وقولي لي. تاني حاجه ان احنا نغير العادات اليوميه بتاعتنا دي، اللي احنا ما نلمسش وشنا كتير، الفوطه اللي بنشف بيها وشنا تكون تتجدد يوميا، كيس المخده خدي بالك لازم برضو يتجدد يوميا. بالنسبه للاكل، هتكتبي الاكل اللي انت بتاكليه لمده يومين 3، علشان غالبا الاكل ساعات بيكون مليان نشويات زي ما قلت لك او دهون مهدرجه، هي دي اللي بتاثر على البشره، وساعات احنا كتير مش بنكون واخدين بالنا من الاكل اللي احنا بناكله على مدار اليوم. عشان كده بقول لك انت اكتبي لمده يومين 3 ايه الاكل اللي بتاكليه. طبعا البيريود بتاعتك منتظمه ولا لا؟ طبعا في بقى مضادات حيوية سواء موضعية او بناخدها عن طريق الفم، ديت بتبقى طبعا لازم اشوف الاول البشرة شكلها ايه. بس الحاجات اللي انت تقدري تعمليها في البيت، الغسول المناسب لنوع بشرتك، ان انت تظبطي الاكل، اللي انت تظبطي كمان نومك، تشربي مية كتير، قللي الاسترس. اليومية ان احنا نلمس وشنا كتير دي بلاشها. انا هنا معاكي علشان اساعدك ازاي تفهمي نفسك وتحبي نفسك من جوه لبره.